السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أينما كنتم في برنامجكم قوارير في حلقة جديدة وعدد جديد من حلقاته. هذه المرة سوف نتحدث عن موضوع الصحة النفسية التي برز كثيرا في الآونة الأخيرة. هذا الكلمة أو العبارة التي نسمعها في الحين والآخر. دور الحفاظ على الصحة النفسية مهم جدا، الصحة النفسية عليكم أن تحافظوا عليه، ثقافة الصحة النفسية وغيرها من المصطلحات التي برزت في السطح عالمنا هذا المرة. لماذا هذا المصطلح ظهر ولماذا علينا الاهتمام به وأين تكمن أهميته؟ كل هذا وأكثر سوف نتعرف عليه في حلقتنا لهذا اليوم مع الأستاذة المستشارة الأسرية ولايف كوتش الأستاذة خديجة برهان. مرحبا بك مجددا معنا في عدد جديد أستاذة خديجة. أهلا وسهلا فيك أستاذة نورة، حياكم الله جميعا في الاستديو. حياكم الله. أستاذة خديجة، ما هي في البداية ما هي هذه الصحة النفسية ولماذا أيضا ترتبط بالصحة النفسية بالمرأة غير الرجل؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مصطلح الصحة النفسية هو مصطلح أكاديمي، وبالمعنى البسيط يرتبط بالصحة النفسية أو الحالة النفسية التي تكون عليها المرأة. وطبعا أعتقد أنه أطلق بشكل خاص للمرأة لأن المرأة تتعرض لضغوطات كثيرة تؤثر على حالتها النفسية وحالتها المزاجية، وبالتالي ينعكس ذلك على أسرتها وعلى عطائها في المجتمع. لذلك تم تسليط الضوء بقوة على هذا الأمر. صحيح. ولماذا أو أين تكمن أهمية الحفاظ على الصحة النفسية؟ بصفة عامة كلما كان الإنسان في صحة نفسية عالية يستطيع أن يعطي، يستطيع أن ينتج، يستطيع أن يشارك ويساهم في هذا المجتمع. أما بخصوص النساء، بالفعل في واقعنا الحالي المرأة تمر بضغوطات شديدة جدا لم تمر بها أي امرأة في السابق، بسبب أن المرأة أصبحت أماً وأصبحت عاملة وأصبحت طالبة وأصبحت مشاركة في بناء المجتمع، مما أثر سلباً على حالتها النفسية بسبب الضغوطات الشديدة ورغبتها في إظهار تفوقها أو قدرتها على المساهمة والمشاركة في هذه المجالات المتعددة. لذلك أصبح هذا موضوع حيوي جدا ويؤثر على المجتمع، لأنه بمجرد تأثر المرأة بصحتها النفسية ينعكس هذا السلوك على أولادها. فأصبح عندنا الآن الأولاد الذين يعانون من مشاكل صحية أو مشاكل نفسية معقدة مثل الاكتئاب، مثل يعني مسائل مثلا اللي هو السلوك المفرط في الحركة أو السلوك المتطرف في الغضب أو في ردات الفعل العنيفة جدا. وأيضا انعكس صحتها النفسية على دور الرجل، فأصبح الرجل أيضا يمر بمراحل نفسية سيئة جدا انعكاسا لما تمر به المرأة. جميل. هل يمكن أن تعددي لنا بعض أسباب الاضطراب الصحة النفسية لدى المرأة؟ اضطراب الصحة النفسية إذا لم نأخذه بشكل علمي هكذا واسعا، إنما يكون أبرز أسبابه أول شيء الضغوطات التي تمر على المرأة، مثل الاكتئاب مثلا. يأتي أن المرأة كائن رقيق فبالتالي يؤثر عليها ما يحدث في الخارج، حالات الوفاة، الكوارث أو عدم الشعور بالاستقرار والأمان، التنقلات الكثيرة، هذه كلها تؤثر على الحالة المزاجية للمرأة فتؤدي بها إلى الاكتئاب ثم الانعزال ثم نوبات الغضب المتغيرة. أيضا مسألة الهرمونات، المرأة هرموناتها متغيرة جدا في مراحل عمرها المختلفة في حسب الظروف التي تمر بها حسب فصول السنة. هذا أيضا ينعكس على صحتها النفسية، موقف المجتمع منها، التربية التي تأتي منها، كل هذا يؤثر على صحتها النفسية. الطفولة التي تمر بها، حالة الطفولة التي تمر بها التي نتجاهلها كثيرا تكون هي السبب الأساسي في ظهور المشاكل الصحية النفسية في المستقبل، وهذا ما لا ندركه إلا متأخرا جدا. وهذا ما ثبت عليه الآن مع العلم الحديث، أن الطفولة التي نعيشها تنعكس ما يحدث فيها من سلوكيات معينة على واقعنا الحالي الذي نعيش فيه. فهذه وأمور أخرى كثيرة جدا، والتغذية أيضا تلعب دور، وإهمال المرأة لنفسها في هذا الجانب وإغفال التعامل مع هذه الأمور فتصبح تراكمية ثم يصبح الموضوع معقدا جدا. كل هذه الأمور وغيرها الكثير هي التي تؤثر عليها بشكل مباشر. بعد ما عرفنا هذه الأسباب التي هي تؤدي إلى اضطراب الصحة النفسية،
ما هي الحلول أو العوامل التي تجعل لدى المرأة صحة نفسية جيدة؟ أول شيء الاعتراف والإيقان أنني عندي مشكلة. يعني يجب أن أصنف هذا الأمر أو أعترف بوجوده، أن عندي مشكلة. اعتراف الإنسان أو المرأة أنه أنا عندي اليوم مشكلة نفسية، هذا بداية الحل. ثم تحديد ما هي طبيعة هذه المشكلة. إدراك الإنسان لنفسه أول شيء هو بداية الحلول. ثم بعد ذلك اللجوء لمن يستطيع مساعدتي في هذا الأمر، سواء كان مستشار نفسي، سواء كان طبيب نفسي. مع الأسف الشديد الآن الناس تتخوف من الذهاب إلى الطبيب النفسي وليس المستشار النفسي. مجرد كلمة نفسي توحي له أو توحي للمرأة أنها قد فقدت عقلها، وهو الأمر ليس كذلك على الإطلاق. إنما يحتاج أن الإنسان يتدخل معه شخص مختص لضبط مسار حياته أو مسار تفكيرها أو طريقة التفكير التي لديه. ثم إذا احتاجت المرأة أن تأخذ علاجات يجب أن تأخذها بقوة ولا تتساهل فيها، لأن هذه العلاجات بإذن الله تعالى تساعدها لتجاوز هذه الحالات. إذا الإنسان أو المرأة أنكرت أن عندها مشكلة وتتساهل في رؤية هذه المشكلة التي لديها وتتهاون في النظر إليها والتعامل معها، انعكاسها يكون سيء جدا في قابل الأيام. وهذه هي الإشكالية. كثير من النساء مثلا تغضب كثيرا، فلفت النظر لمسألة الغضب تعلله أنه بسبب الأبناء، بسبب هكذا. حتى لو كان بسبب الأبناء، بسبب عندما يكون الفعل متكرر يجب أن أقف معه وأرى ما هو المسبب الحقيقي، لأن السلوكيات التي نراها عند الناس هي انعكاسات نفسية، لكن انعكاسات نفسية عميقة جدا لأسباب قديمة، ربما أسباب تراجعت، ربما أسباب مخفية، ربما أسباب الإنسان يتجاهلها دائما. فهذا مهم جدا أن نلتفت له. صحيح. أيضا أستاذة خديجة، أخبرتنا أنه الذهاب إلى الطبيب النفسي يعتبر وصمة عار في المجتمع. لماذا هذه النظرة لدى الطبيب النفسي في مجتمعنا منتشرة؟ مع الأسف الشديد الإعلام أظهر الطبيب النفسي كأنه طبيب للمجانين، هذه هي. ثم أصبح الناس يتحدثون عن الموضوع أنه هل أصبت بالجنون حتى تذهب إلى طبيب نفسي. هذا التشويه هو الذي أصبح عليه الآن بالنسبة للطبيب النفسي. ثم بعد ذلك يأتي أيضا إساءة بعض الأطباء النفسانيين في التحدث في هذه الأمور وتوضيح جوانب هذا العمل، وأنه أيضا للأصحاء وليس لمن عنده مشكلة في عقله، وليس مشكلة يعني صعب جدا، إنه مثل المرض العضوي. فهذه الأشياء أصبحت تجعل مسألة الذهاب للطبيب النفسي وصمة عار. أصبح المفروض أن يتم الأمر هذا بسرية شديدة جدا، وأن لا يذكر في تاريخ هذا الشخص أنه قد ارتاد طبيبا نفسيا. وطبعا هذه النظرة تؤثر على المريض بشكل سلبي جدا، ذلك يتصرف بطريقة سيئة أو مسيئة للآخرين. طالما أنني تظنون أنني مجنون سوف أريكم الجنون. بهذه العقلية ينطلقون جميعا. نعم. وهل عدم الحديث عن الأمراض النفسية في العلن مثل الأمراض الجسدية التي تحصل، هل هو سبب من أسباب أيضا اضطراب للصحة النفسية وتراكم هذه الأمراض؟ ممكن، لأنه حسب المجتمع. لكن أعتقد أن في الواقع الحالي أصبح الناس يتحدثون بشكل منفتح. ثقافة الناس الآن مختلفة، لكن بعض المجتمعات ما زالت تنظر إلى الحديث في المسائل النفسية أو الأطباء النفسانيين أو في العلاجات النفسية أنها خط أحمر يجب أن لا نتحدث فيه. لكن الآن أعتقد مع الوعي الموجود أصبح الموضوع أسهل بكثير من السابق. صحيح. أيضا هناك الكثير من الأمراض التي تصيب المرأة، الأمراض الجسدية مثل ممكن السل، والعياذ بالله، ربي يبعد علينا إن شاء الله، أو السرطان أو غيرها من الأمراض، هي أيضا تؤثر على الصحة النفسية لدى المرأة، أليس كذلك؟ دعيني أخبرك معلومة. صدقي أن أكثر الأمراض العضوية مثلا مثل الأمراض التي ذكرتيها هي مسبباتها نفسية، لكن نحن لا نعرف هذا الشيء، وهذا علم جديد. أن أغلب الأمراض العضوية هي عبارة عن نتائج وتراكمات لأمراض نفسية أو مشاكل نفسية أو أشياء مدفونة في الداخل، لكن الجسم يتعامل معها الآن كإنذار فقط، يعني يخرجها إلى السطح حتى ينتبه لها الإنسان. وكثير من الناس تعالجوا من هذه الأمراض من خلال الإمساك بأول الخيط، وهو المسببات النفسية. فإذا هذه يعني أصبحت الآن هذه الأمراض كلها الآن العضوية
بغض النظر يعني بعضها قد يكون لأي سبب من الأسباب، لكن وجد أن الضغوطات النفسية أو الأمراض النفسية أو الحالات النفسية التي يمر بها الإنسان ويؤدي إلى كبتها تظهر على هيئة أمراض عضوية. صحيح، وهذا ما لاحظته أيضا حينما زرت أحد المراكز سابقا، مركز لمرضى السرطان والقلب، فكان هناك أغلبهم يقول أنه هذه الأمراض ظهرت لهم بعدما مثلا كانوا شديدي الحزن على وفاة أحد الأقارب أو بسبب حالة الحرب التي لديهم في بلدانهم، فتأثرهم بتلك الحالة النفسية المتدمرة التي كانت لديهم جعل لديهم أمراض كثيرة جدا بينها السرطان. شفاهم الله يا رب. نعم. إن شاء الله. إن شاء الله. اللهم آمين. حتى في الإسلام يتم معالجة هذا الأمر من ناحية نفسية في البداية قبل أن يكون طبيا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دائما يوصي إذا كان هناك مريض أن نطعم المريض ما يشتهي، وأن لا نذكر أمامه الأشياء المحزنة ولا وفاة فلان، فتطيب خاطره ووضعه في جو صحي جميل وتهيئة نفسيته للعافية، والحديث دائما عن العافية. حتى في الدعاء طهور إن شاء الله لا بأس، طهور أنك سوف تخرج من هذا البلاء متطهرا كما ولدتك أمك. هذه المراعاة النفسية هي أول خطوات العلاج التام. فهذا مهم جدا نحن ندرك اليوم أن يعني أي مرض عضوي عندما يظهر يجب أن نسأل نفسنا مما أعاني في الداخل، ما الذي أكبته في الداخل حتى يظهر لدي هذا المرض أو هذا الإنذار العضوي الآن. صحيح. شكرا لك أستاذة خديجة برهان. نعود إليكم زملائنا ومشاهدينا أيضا بعد الفاصل لنواصل حلقتنا اليوم عن الصحة النفسية لدى المرأة. ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام أينما كنتم تشاهدوننا عبر قناة وفضائية السلام الفضائية. إذا نعود إلى حلقتنا لهذا اليوم عن الصحة النفسية مع الأستاذة خديجة برهان، مستشارة أسرية ولايف كوتش في الحياة. مرحبا بكم مجددا أستاذة خديجة. أهلا وسهلا أستاذة نور، حياكم الله. حياكم الله. كنا نتحدث قبل الفاصل عن أنه الصحة النفسية ودورها أيضا في جعل أمراض جسدية مثل السرطان وغيرها. قلت لنا قبل الفاصل أنه علينا أن نحاول أن نخفف عن المريض النفسي أو حتى عن المريض مثلا جسدي، أن نسهل له مثلا البيئة المناسبة، أن نريحه بقدر الإمكان. من هنا ننتقل إلى دور الأسرة. كيف وما هو دور الأسرة بالضبط في معالجة الأمراض النفسية؟ طيب، قبل أن أجيب على هذا السؤال ذكرت أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة مريم عندما مرت مريم عليها السلام بأقصى اختبار تمر به المرأة في حياتها كلها، الله سبحانه وتعالى ماذا قال لها؟ كلي واشربي وقري عينا. يعني كلي واشربي معناها أن جسدك أساسا يحتاج أن لا تحرميه من الطعام، فبالتالي تستقوي به على ما يقدم من الأيام. واشربي حتى تهنئي وتطمئني. وقري عينا، قري عينا يعني اتركي كل شيء لله، لا تقلقي من المستقبل مما سوف يحدث. الآن دور الأسرة كيف يجب أن يكون؟ الأسرة الواعية المنتبهة لنفسها ولواقعها والتي تتسلح بالعلم، عندما ترى هذا الأمر تعرف تماما الآن أن العلاج الوحيد والفعال هو الكثير من الفهم والإدراك لما يحدث، ثم التعامل معه بالكثير من اللطف والحنان والرعاية والتوجيه الذي الغير مباشر الذي لا يشعر المريض أنه عنده مشكلة. هذا مهم جدا. سبحان الله، قبل فترة كنا نتحدث في أمر في هذا الخصوص، فكنت أقول أن الإنسان المريض حتى بمرض عضوي الذي يكون منشأه نفسيا في الأساس يحتاج المراعاة بمعنى تحسس حاجته دون سؤاله ماذا تحتاج، لا نسأل هذا السؤال، إنما نضع نفسنا مكانهم، ما الذي سوف يخفف عني لو فعل لي.
معناها أن المريض اليوم يحتاج التعاطف، الحنان، الكثير من الوقت. يجب أن يشعر بالصبر وعدم التأفف في معالجته وطلب سرعة الشفاء حتى أتملص من هذه المسؤولية وأتخلص منها. يجب أن يشعر أنه هو على الرحب والسعة وأنه لا يعاني من شيء. هذا الدعم النفسي يشعره أنه محبوب ومرغوب في حال صحته ومرضه، يشعره أنه يستطيع بإذن الله تعالى أن يعود إلى حياته، يشعره أنه ليس عبئا على عائلته، فبالتالي عائلته تحبه وتريده وترغب في تواجده معه. فهذه العوامل كلها تشجعه لكي يتواجد معهم وهو بصحة وعافية، فيستقوي بهذه الهمة على المرض بإذن الله تعالى. فنحن نحتاج داخل الأسر الدعم النفسي، الدعم المعنوي، الإشعار دائما بأهميته، ليس وهو مريض، إنما إذا كان مريضا نخبره أن هذا المرض هو فرصة لمراجعة حياته الصحية، فرصة لكثير من الوقت يتواجد فيه داخل الأسرة، فرصة أننا الآن نستطيع أن نعتني بك كما نريد ونرغب، فليس دائما أنت موجود لهذه الرعاية، فرصة لممارسة بعض الأنشطة التي يمكنك أن تمارسها الآن بحكم أنك مريض. المرض فرصة لمراجعة أشياء كثيرة. المرض ليس نقمة، المرض بعض الأحيان والله نعمة عظيمة جدا، لكن هي الزاوية التي نرى بها الأمور. فهذه أشياء مهمة جدا أن ندركها ونتعلمها نحن وننقلها بشكل لطيف وغير مباشر لمن عندنا من المريض، سواء كان مريض نفسي سواء كان مريض عضوي. صحيح. أيضا ما هو دور المرأة في الحفاظ على الصحة النفسية لديها والوعي في ذلك؟ بما أنه تحدثنا عن الأسرة، الآن دور المرأة في حد ذاتها كفرد. يجب أن تدرك المرأة أن صحتها النفسية مسؤوليتها هي أول شيء، وليست مسؤولية زوجها ولا المجتمع ولا أي شيء. يجب أن تدرك هذا الشيء. رمي المسؤوليات على الآخرين هو ما يجعل مشكلة أكبر. إذا أدركت المرأة أن مسألة صحتها النفسية تعود إليها، معناها يجب أن تلاحظ تغيراتها النفسية التي تحدث وتسأل نفسها لماذا أنا اليوم منزعجة، لماذا اليوم مزاجي متعكر، دون الإسقاطات بسبب الأولاد بسبب الزوج، دون الإسقاطات. عندما تسأل نفسها هذه الأسئلة سوف تصل للمسبب الأساسي، فبالتالي هي من تستطيع أن تعالج أو تعيد الاتزان النفسي لها هي. إدراكها لهذا الشيء يساعدها أن تكون دائما في حالة نفسية عالية جدا، لأن دورها أساسا صعب، يحتاج أن تكون في صحة نفسية مرتفعة جدا حتى تكون منبع ثقة لأهلها لأبنائها. الأبناء بالذات معقودة عيونهم بأمهاتهم. اليوم الأم عندما تكون في حالة نفسية أو في صحة نفسية سيئة سوف ينشأ عندنا أبناء أيضا عندهم مشاكل صحية نفسية سيئة جدا. فيجب إذا أن تقوم المرأة بتحمل مسؤولية هذه الصحة النفسية بنفسها دون الانتظار من الآخرين شيئا. جميل. وهل يمكن أن أكون يعني طبيب لذاتك مثلا؟ هناك الكثير من المصطلحات التي ظهرت في الصحة النفسية، من بينها أنك طبيب ذاتك وطبيب نفسك ولا تحتاج أن تذهب إلى طبيب. هل هذه المقولة صحيحة نوعا ما؟ صحيحة 100%، وليس نوعا ما، لأنه اليوم إذا عرفت أنا مشكلتي ما هي سببها سوف أعرف تماما هل أستطيع أن أحلها بنفسي أم أستعين بها بأحد آخر دون أن يتدخل أحد. فالإنسان هو طبيب نفسي في البداية. إذا أصيب الإنسان مثلا بحالة حزن ولا اكتئاب يجب أن يسأل نفسه لماذا عندي الاكتئاب؟ هل أنا معتاد على يعني إدراكه أساسا لأعراض الاكتئاب؟ يستطيع الإنسان أن يعرف هذه أعراض اكتئاب، لماذا أنا مكتئب؟ ربما أنا أمر بظروف صعبة، ربما أنا أكبت هذه الظروف الصعبة والأمور الصعبة أو المشاكل التي تمر علي أكبتها دائما. إذا أنا أتعرض للكبت الدائم من قبل نفسي لنفسي. إذا ما هو الحل؟ لمن ألجأ؟ كيف أفرغ هذه الأشياء؟ إذا كنت على علم ودراية سوف أعرف كيف يتم تفريغ هذه الأشياء بشكل غير مؤثر على الآخرين. إذا لم يكن عندي علم، إذا في تلك اللحظة يجب أن ألجأ إلى مستشار نفسي أو لايف كوتش يساعدني في رؤية الأمور. فالإنسان بالفعل الإنسان طبيب نفسي. لا يمكن طبيب من الخارج يأتي أن يشخص لك شيئا يحدث في الداخل. الطبيب يأتي يشخص حالة يراها، يعني ظاهر الأمر فقط، لكن باطنه أنت التي تعرفين ما الذي يحدث ولماذا يحدث وكيف يحدث بهذه الكيفية. يعني فالإنسان بالفعل طبيب نفسي. أستاذة خديجة، بالفعل الإنسان طبيب نفسه، ولكن هناك أمراض معينة فعليا يجب عليها التدخل إلى طبيب نفسي مختص في ذلك.
ما هي هذه الأمراض التي يمكن أن نعالجها بأنفسنا اكتشفناها، وما هي الأمراض التي علينا أن يكون في تدخل فوري لطبيب مختص؟ هي الأمراض العضوية إجمالا لازم أن يكون هناك طبيب مختص، لكن القصد أن الإنسان طبيب نفسي في تشخيص ما أصابه. يعني فجأة مثلا إنسان أصيب بالسكري، ليس يعني معرفتنا نحن مثلا بمرض السكري كيف يحدث وليس كيف يحدث، ما هي أسبابه. يستطيع الإنسان يعرف صحي، أكله صحي، نمط حياته صحي، يمارس نشاطا صحيا، فجأة أصيب بمرض نفسي، لماذا؟ يجب أن يسأل نفسه. الأمراض هي نتائج فقط. عندما يسأل نفسه بعمق وبصدق يجد نفسه أنه يمكن أنه إنسان يتعرض لضغوطات كثيرة أو لصدمات نفسية كثيرة ويقوم هو بكبتها مرارا وتكرارا. الآن الجسم يريد أن يعترض على حالة الكتمان هذه فيظهر على شكل مرض عضوي اللي هو المرض السكري. الآن مرض السكري لا يستطيع الإنسان يعالجه بنفسه، يحتاج أن يتدخل طبيب مختص لإعطائه العلاج والبرنامج المناسب لكي يستطيع أن يتعامل مع هذا المرض. كثير من الناس المصابين بالأمراض النفسية بسبب هذا الوعي استطاعوا أن يتخلصوا من الأدوية ويعيشوا نمط حياة صحي بدون ضغوطات ويتخلصوا من هذا المرض، صدقي أو لا تصدقي. يعني هذا أعجب شيء يعني. فبالتالي صحيح. هذه النتائج، الأمراض التي نراها نحن هي نتائج فقط. وطبعا صحيح. عندما تكون نتائج لا أعالجها أنا، إنما يجب أن أستعين بها إما بمختص عضوي أو بمختص نفسي أو بلايف كوتش أو بمستشار. يعني هذا يجب أن يحدث أساسا. لكن في البداية يجب أن أسأل نفسي لماذا عندي هذه المشكلة. حتى الطبيب يعني عندما تذهب وعندك شكوى أمراض مثل القولون، في الطب إلى الآن لم يجدوا له علاج. كل الأدوية العلاجية هي مسكنات فقط، ووجد بعد وقت أن القولون مسببه أساسا نفسي. فبالتالي إذا معناها أنا أحتاج أن أضبط حالتي النفسية حتى لا أتعرض لنوبات القولون، وبالتالي لا أحتاج لهذه الأدوية. بهذه الكيفية يجب أن يرى الإنسان الأمراض العضوية أو النفسية. وكثير من الأطباء يعني أصدقاء أطباء لي يعني عندما أسألهم في هذه الجواب يقولون أن هذه نتائج فقط. يعني هذه التي نراها كأعراض مرضية هي نتائج. يعني حتى في الطب لا يعرفون المسبب الأساسي. لكن سبحان الله يعني المسبب الأساسي عندنا نحن حتى كمفهوم كمسلمين هو مسببات نفسية فقط تصيب الجسم باختلال التوازن فتظهر على هيئة أمراض عضوية. صحيح. ومثلا نفترض أيضا أنه المرض النفسي كبداية الاكتئاب وليس اكتئاب حاد، هل يمكن للشخص أن يعالج اكتئابه هذا بنفسه مثل خاصية أو ما تسمى ترك بالمشاعر، بالسماح بالمشاعر بالرحيل؟ هذه حينما يبدأ يفرغ مثلا مشاعره ويتقبلها ويعيشها فترة من الزمن ثم يسمح لها بالرحيل شيئا فشيئا، يكون واعي لأنه بداية اكتئاب، يكون واعي أنه في مرحلة نفسية معينة فيعيش تلك المرحلة كما هي ثم يسمح لها بالرحيل. لكن أحيانا الأمر يكون أكبر من قدراته في معالجة نفسه في هذه المراحل النفسية، يكون الأمر عميق جدا، اكتئاب حاد جدا قد يؤدي الشخص لإيذاء نفسه جسديا مثل ما يحدث للمرأة التي تلد، فهناك اكتئاب ما بعد الولادة. سمعنا باكتئاب ما بعد الولادة حتى أنه يصل إلى قتل الأم لطفلها والعياذ بالله، فتصل بهذه المراحل. هل هناك مثلا أشياء يمكن أن نعالجها نحن بأنفسنا مثلا كامرأة أو كنساء نشاهد الحلقة اليوم، وهناك أمراض نفسية حادة جدا كاكتئاب ما بعد الولادة الحاد أو اكتئاب حاد فقط، علينا أن نذهب إلى طبيب نفسي لمعالجة هذا الاكتئاب وغيره من الأمراض النفسية والاضطرابات؟ نعم، الاكتئابات البسيطة التي يدركها الإنسان ويكون واعي لها يستطيع أن يعالجها بنفسه. كما قلنا نحن وكما ذكرت يا حضرتك، مثلا عيش الإنسان المشاعر السلبية أو مشاعر الحزن كاملة دون كبتها يؤدي إلى أن يتخلى عنها الإنسان تلقائيا. يعني لا يستطيع الإنسان أن يبقى في نقطة سوداء وقتا طويلا، يعني هذا مخالف تماما لطبيعة الإنسان كإنسان. لكن حالات الاكتئاب الحادة جدا التي تصل الإنسان بالإضرار بنفسه يجب أن يلجأ فيها للأطباء النفسانيين، لأنه العلاج الدوائي مهم جدا، لأنه الأمراض النفسية العميقة أو مثلا الاكتئاب الحاد جدا هو سبب اختلال أو الهرمونات التي يفرزها الدماغ.
فهنا نحتاج تدخل دوائي لإعادة الاتزان لهذه الهرمونات، وخاصة كما ذكرت مثال مثلا الاكتئاب الذي يحدث للمرأة بعد الولادة، ارتفاع عالي جدا أثناء الحمل للهرمونات، ثم بعد الولادة انخفاض مفاجئ. هذا الارتفاع والانخفاض ليس كل النساء تستطيع أن تتحمله وتتعامل معه، ونتائجه وانعكاساته خطيرة جدا. وعينا نحن بحدوث هذه الحالة وأنها طبيعية جدا أن تمر بها المرأة، يلزمنا أن نعرضها على طبيب نفسي حتى يساعدها لتجاوز هذا الأمر. هذا شيء من جانب. من جانب الأسرة، يحتاج مثلا المرأة بعد الولادة، سبحان الله في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية تجلس المرأة بعد الولادة ربما 40 يوما وهي محفوفة مكفولة وكأنها ملكة على العرش، تخدم والناس تزورها. نحن نرى هذا الظاهر. هذه الإحاطة من الناس هي التي تعطي انعكاس إيجابي على المرأة، فيعطيها إحساس بالرعاية والعناية والاهتمام، مما يؤثر إيجابا على حالتها النفسية. فعندنا نحن في بلادنا الإسلامية والعربية قليل من النساء أو نسمع عن حالات اكتئاب ما بعد الولادة العنيف جدا، يعني قليل ليس كثيرا يعني على ما أعرف. يعني هذا مهم جدا. إذا وعينا بالمرحلة وبحاجتنا بالتدخل الطبي مهم جدا. لا نعلل كل شيء أنه نستطيع، لا، في أمور لا نستطيعها، نحتاج أن يتدخل طبيب الآن حتى لو مؤقتا، حتى كبداية فقط، ثم بعد ذلك نكمل الرحلة إذا كنا نحن واعيين لما نمر به وواعيين للأساليب التي يمكننا أن نستخدمها لإصلاح ما اختل توازنه في داخل أنفسنا. صحيح. وهناك أستاذة خديجة أيضا من يربط الأمراض النفسية بقلة الإيمان، ويقول لهم مثلا أنا أشعر بالاكتئاب، اذهب واقرأ قرآن، اذهب وكثر الصلاة، اذهب واستغفر فقط، ويربط الأمراض النفسية بقلة الإيمان. ما رأيك في هذا الموضوع؟ هذا جهل، لأنه ليس له علاقة. يعني هذا إنسان وهذا إنسان، فالإنسان طبيعي المؤمن يحزن أم لا يحزن؟ يحزن. يصاب باكتئاب يصاب باكتئاب، ليس له علاقة بالإيمان وعدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قد مر ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، مر على السلف الصالح، ومر على الأنبياء حالات أنهم يئسوا حتى. ويونس عليه السلام يعني انزعج من قومه ومن كفرهم حتى يئس من إسلامه وخرج مغاضبا. يعني هل هذه مشكلة إيمانية مثلا؟ ليست مشكلة إيمانية. هذا التأطير في السلوك ووضع أنه مسألة أنها إيمان وعدم إيمان، هذا جهل، لأنه إنسان حتى لو كان مؤمنا فهو مبتلى. فبالتالي هذا نوع من أنواع الابتلاء عندما ينزل على المسلم، هل نقول معناها أنه عنده ذنوب كثيرة؟ ليس ذنوب كثيرة، ليس التبرير هذا صحيح أبدا. يعني صحيح. الابتلاء دليل على يمكن أن يكون الله سبحانه يحب هذا العبد ويريد أن يسمع دعاءه ويسمع رجاءه، ويمكن بهذا الابتلاء يصرف عنه الله سبحانه وتعالى بلاء أكبر. فالمسألة أكبر من هذا بكثير. يعني فالمؤمن أيضا يصاب بالاكتئاب. من قال أن المؤمن لا يصاب بالاكتئاب؟ لكن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي لو ابتلي يبحث عن علاج الصحيح المناسب لحالته. المؤمن الضعيف هو الذي يركن إلى هذه الأشياء، اذهب اقرأ القرآن واذهب استغفر. ربما أستغفر وأقرأ القرآن واكتئب زيادة، ماذا نفعل في تلك اللحظة يعني؟ صحيح. إذن المؤمن أيضا يمكنه أن يصاب باكتئاب، ولا علاقة للأمراض النفسية بأنه هذا الإنسان قليل إيمان أو إيمانه قوي، ففي كلتا الحالات يمكن أن يصاب. شكرا لك أستاذة خديجة برهان على هذه الحلقة المفيدة جدا حول الصحة النفسية لدى المرأة. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام أينما كنتم وأنتم تتابعون أحد حلقات برنامجكم قوارير في قناة السلام الفضائية. نلتقي وإياكم في عدد جديد قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.